عارفة يعني ايه تسليم؟ يعني توصلي لمرحلة تبطلي تقاومي، تبطلي تحاولي تفهمي كل حاجة، وتوقفي تسألي ليه وامتى وازاي. يعني تحطي كل اللي تعبك واللي واجع قلبك واللي انتي مش قادرة تفهميه في ايد رب العالمين، وترفعيها بدعوة كده لفوق وتقولي من قلبك: يا رب دبر لي امري. قلبك مش مخلوق علشان يتعب، ولا علشان يفضل شايل هم فوق همه، ولا علشان يسهر الليل يبكي ويخاف من بكرة ويتوه في ألف فكرة. قلبك اتخلق علشان بس يتعلق برب كريم، شايفك سمعك عارف اللي قلبك فيه. قلبك مخلوق علشان يسكن ويطمن ويركن بدعوة ويسيب كل هموم الدنيا لله خلق. بكلمة واحدة بس تطلع من قلبك وتقولي: اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير. الكلمة دي مش بس دعاء، دي اعتراف انك مش قادرة، انك استسلمتي وسلمتي، انك بتقولي لربنا: يا رب انا مش قادرة بس انت قادر، مش عارفة بس انت عارف، اختار لي يا رب ودبر لي وارزقني طمأنينة في قلبي. يا رب دبر لي أمري يعني تسليم، مش معناه استسلام ولا إنك ضعيفة ولا إنك بطلت تحلمي، لا، ده تسليم معناه ثقة، ثقة في رب عمره ما خذل حد رجع له. عارفة لما تقولي فإني لا أحسن التدبير، معناه إنك بتعترفي بإنك بشر، بتغلطي، بتتسرعي، بتخافي، بس عندك رب لو وكلتيه هيختار لك الأحسن، حتى لو الطريق كان صعب، حتى لو القرار كان مؤلم. مش لازم تبقي عارفة انت عايزة ايه، بس لازم تبقي عارفة مين اللي يقدر يدبرلك. الدعاء ده مش مجرد كلمات، ده تسليم وثقة وانكسار جميل لربنا، انك بتقولي: يا رب امسك بإيدي وديني للطريق اللي فيه خير ليا حتى لو مش عاجبني دلوقتي. فهمتي يعني ايه تسليم؟ يعني اسيبها له وانا واثقة انه هيختار لي الأحسن، يعني اهدي قلبي واطمن لان اللي ماسك زمام امري هو ارحم بيا من نفسي. يبقى اعمل ايه بقى لو حسيت ان الدنيا ضاقت بيا وقلبي تعب ووصلت للحد اللي خلاص مش قادرة بعدها؟ افتكري دايما انك مش لوحدك، ربنا معاكي، سامعك وشايفك وحاسس بيكي، وما بيحاسبكيش على ضعفك لكنه بيحب فيك القوة اللي في التسليم. سلمي أمورك وسلمي له خوفك وهمومك وجروحك، خلي قلبك يرتاح. يبقى في عز خوفي وضعفي وقلقي وألمي بفصل دماغي وبشيل كل همومي، باخد كل همومي وكل مشاكلي كده وبروح بها لربنا وأقول له: اللهم دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير، واجعل لي من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقني طمأنينة لا تزول. وبعد كده ما تفكريش بقى في أي حاجة، انسي بقى، خلاص انتي رفعتي الأمر لصاحب الأمر، للي فاهم، للي عارف، للي أقوى منك على كل شيء. يبقى انتي ريحي قلبك، ارتاحي. يبقى الدعاء ده معناه ان انا بسلم اموري للي هيقدر يديرها عني. انا مش قادرة يا رب، خد عني، دير لي امور حياتي يا رب، ريحني يا رب. بس هو اللي يملك، انت لا تملكي شيء، هو اللي يعلم، انت لا تعلمي شيء، هو اللي فاهم، انت لا تفهمي شيء. يبقى تعبة نفسك ليه؟ سلمي كل امور حياتك لربنا وارتاحي. لو شايفة ان الكلام ده افادك يا ريت لايك علشان الفيديو ينتشر ويروح لاي حد محتاجه. وفي نهاية الفيديو احب اشكركم واقول لكم انتظرونا في الفيديو الجاي. مع السلامة.
يبقى اعمل ايه؟ ألجأ لربنا وقت تعبي علشان عارفة ان انا هنا هو هيريحني، هو اللي هيريحني. اعمل ايه؟ أبدأ يومي بالدعاء ده واخلي قلبي مطمن يعني مش عايزة اقولك بقى، تقولي اللهم دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير، واجعل لي من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقني طمأنينة لا تزول. عيشي بالدعاء ده يومك كله، عيشي بيه في كل تفصيلة في حياتك، وصدقيني مش هترتاحي غير لما تسلمي أمورك كلها لربنا. وفي نهاية الفيديو لو انت شايفة ان الفيديو ده أفادك ولو استفادة بسيطة، ياريت لايك علشان الفيديو ينتشر ويروح لأي حد محتاجه. وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم وأقول لكم انتظرونا في الفيديو الجاي. مع السلامة.